السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم نوال. الفيديو ديال اليوم اولا الوصفة ديال اليوم هي عبارة على حريشات صغار في الفرن كيجيو بالسميدة بمكونات جد اقتصادية، ما كنحتاجوش ليهم مكونات بزاف، والاهم من هذا الشيء اننا كنوجدوها في وقت وجيز بزاف وكنقدروا نعتمدوها كوجبة فطور او وجبة للكوتي، وكتجي ناجحه معنا من اول تجربه. اللي بغى يشوف معنا الوصفه يتبع معنا الفيديو حتى الاخر، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجو ياغورت طبيعي بدون سكر، غادي نحتاجو القشور ديال جوج برتقالات اللي غادي نحكوهم، غادي نحتاجو كاس ديال الليمون، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر، وغادي نحتاجو كاس ديال سنيده حتى هو ما يكونش عامر. وسنيده هنا دائما كيف ما كنقول لكم كتبقى اختياريه، يعني انا بالنسبه ليا من هاد الكميه اللي درت ديال سنيده جاتني الحلاوه هي هذيك. اللي بغى يزيد شويه في الحلاوه كيزيد في سنيده. وغادي نخلطوا كلشي هنايا غير بالضرب اليدوي، يعني ما غاديش نحتاجوا الضرب الكهربائي. غادي كنزيدوا عليهم 3 الكيسان ديال السميده اللي كتكون رقيقه، وهنا غادي نبداو نزيدوها تدريجيا. كنزيدوا عليهم 3 ديال الخميرات، وكنزيدوا عليهم ساشي ديال فاني، وتنبداو نخدموا المقادير ديالنا هنايا. وهنا كيف ما غادي تشوفوا معايا كنبداو نزيدوا السميده ديالنا تدريجيا حتى غادي نحصلوا على القوام اللي غادي نبغيو، ودائما غير بالخلاط اليدوي. غادي نزيد عليهم عاوتاني شويه ديال السميده، يعني في المجموع احتاجيت 5 ديال الكيسان ديال السميده، درنا 3 في الاول وزوج من بعد غادي نبدا نزيد فيهم بشويه بشويه. وهذه هي الكميه الاخرى، يعني كيف ما قلت لكم المجموع 5 ديال الكيسان ديال السميده، وهذا هو القوام اللي بغيت انايا. وكيفاش غادي نعرفوا القوام اللي بغينا؟ هو انه ملي كناخذوا واحد الكميه من الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو وكنديروها في يدينا ما كتهبطش لنا، يعني كتبقى واقفه. غادي نحتاجوا من بعد واحد شويه ديال السميده فين غادي نبداو نفندوا هذوك الكرات ديال الحرشه. يعني هنايا كناخذوا الكميه اللي بغينا، انا بغيت ندير كرات شويه كبار، يعني بغيت الحريشات يجيوني شويه كبار. كندوزوهم في يدينا وتنفندوهم في هذه الكميه هذه ديال السميده اللي عندنا، حتى كنتاكدوا ان يعني الكره كامله دازت في السميده او لا تفندات في السميده. وهنايا كيف ما كتشوفوا كنبداو نشكلوها غير بيدينا على شكل كره وصافي، وكنديروها يعني في اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران، وكنكملوا يعني بنفس العمليه حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. انا كيف ما هنايا غادي نعاود نقول لكم، انا درت كرات هنا كبار حيت بغيت الحرشات يجيو كبار، كل ما كانوا شويه كبار كل ما كيتشققوا اكثر. الا بغيتوا ديروا حريشات صغار راه يعني هاد العمليه غادي تنجح معكم وغادي تعطيكم كميه كثيره على الكميه اللي خرجت ليا انايا. دونك كنعاود معكم هنا نفس العمليه. كناخذوا واحد الكميه اللي بغينا تندوزوها شويه في يدينا باش كنشكلوا على شكل كره، وكنفندوها في السميده وتنحطوها في اللاطه ديالنا. دونك هنا من بعد ما شكلت النص اولا خدمت النص ديال الكميه اللي عندي غادي ندخلها للفران على درجه الحراره 175 درجه، المده ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. كنشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، وكيكون الفران ديجا سخون، يعني قبل ما ندخلوا حنا الحريشات ديالنا الفران كنكونوا ديجا شعلناه وديجا كيكون سخون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. يعني شفتم كيفاش كيجيو في الشكل ديالهم وكيجيو مشققين بزاف. كيف ما قلت لكم انا اختاريتهم يكونوا شويه كبار، والمذاق ديالهم راه كيجي لذيذ بزاف، خصوصا هذاك الليمون اللي خدمنا به، دوك القشور ديال الليمون والعصير الليمون كيجي المذاق زوين وكيجيو مقرمشين من الفوق، والاهم انهم كيجيو هشاش من الداخل. يعني انا غادي نحاول نوريكم وحده من الداخل كيفاش كتكون، نقسم لكم واحد الحرشه وتشوفوها كيفاش كتجي. يعني من الداخل كتجي رطبه بزاف وهشيشه، ومن الفوق كتجي مقرمشه. هنا سال الفيديو ديالنا، وكنبغي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد.